النهارده اليوم الثاني من ايام تولي اللجنه الثلاثيه المسؤوله عن اداره النادي الابيض داخل نادي الزمالك. والحقيقه انه وجب التنويه انه متابعتنا للي بيحصل مش معناها رغبتنا في اثاره اي مشكلات، هي مجرد متابعه لاطلاع حضراتكم على المستجدات اللي بتحصل داخل اي نادي، وفي حالتنا هنا نادي الزمالك اللي بكل تاكيد بيمر بمرحله انتقاليه، فهي حساسه بكل تاكيد، لكن الغرض من الاخبار ومن المداخلات ومن المتابعات هو ان احنا نكون حاطينكم في الصوره بشكل كامل. واليوم الثاني النهارده من تولي اللجنه اللي بيرأسها اللواء حسن موسى كان كالتالي. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. اللجنة المكلفة اكتشفت اوراقا بايقاف عدد من الاعضاء، ولكنها لم تجد لهم اي ملفات تثبت عضويتهم. يعني لقت اوراق مكتوب فيها انه الاسماء دي موقوفة، لكن دخلوا بقى يدوروا على عضويتهم ما لقوهاش اساسا. رصدت اللجنة تعرض العديد للايقاف في عهد المجلس المستقيل، ولم يجدوا لهم اي ملفات تثبت عضويتهم داخل الاشتراكات، وده طبعا اثار تساؤلات. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ. كلمنا ناس كتير عشان نفهم برضو ممكن تكون فين العضويات دي، فكانت الإجابة إنه دي من الحاجات اللي بيتم يعني رصدها وإرسالها مباشرة إلى الجهة الإدارية. لم تجد اللجنة حتى هذه اللحظة عقد بيع إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، ولم تجد أي أوراق تخص بيع اللاعب حتى الآن. لم تجد اللجنة حتى الآن أي اجتماعات لمجلس الإدارة المستقيل تتضمن قرار بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي. دخلوا يبصوا على الماليات، فلو ان اموال بيع امام عاشور ليست مدرجه في اجتماعات لمجلس الاداره حتى الان من الاجتماعات التي تم مراجعتها. ولقوا كمان انه في راتب شهرين متاخرين للموظفين ومتاخرات الاجهزه الرياضيه عن 5 اشهر ماضيه، الى جانب متاخرات لفريق الكره عن الموسم المنقضي. طبعا دي بتبقى متابعه اوليه. قد تجد انه مع استمرار البحث بتظهر العقود والمستندات، لكن كل حاجة بتحصل في لحظتها بيتم رصدها، وده الأمر الطبيعي جدا. ما هو ده اللي اسمه التسليم والتسلم. اللي بيستلم جديد بيبقى عايز يكشف كل حاجة قدامه عشان يعرف يبدأ يشتغل، وده اللي بتعمله دلوقتي اللجنة الثلاثية، أعانها الله وأعان الله الجميع. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد.